كان اخر يوم الثلاث والباب اتقفل خلاص، القيد في السعوديه كلها خلاص. يعني انت خلاص، لكن لا هو الاحتراف شغله تفكيرك يعني الفتره اللي جايه تحسبها يعني انا بس تخوفنا كله من الاوضاع في مصر زي ما انت شايف، مفيش ما حدش عارف اذا الكوره تلعب تاني ولا لا، فدي مخوفانا كلنا بصراحه، لان مفيش حد هياخد مستحقاته، مفيش اعلى مفيش كوره اتلعبت، فالواحد بيفكر ان هو يطلع بره. موضوع تعديل العقود حد كلمك فيه؟ لا خالص. لكن لسه يعني الكابتن حسن كان سمعنا ان كابتن حسن هو اللي كان قدم طلب لا المجلس ما وافقش. المجلس ما وافقش مش ما وافقوش، الناس اللي عاوزه قربت تخلص هم قوي. يعني هم الناس اللي فاضل لها خلاص 6 شهور في عقدها دولت اولى. انا لسه فاضل لي سنه ونص او سنتين، مستنيين ان شاء الله ان انا اكمل السنتين، وبعد كده بقى يعني او في اخر السنتين يبداوا يكملوا. في مشكله بالنسبه لحازم امام لو الكابتن حسام رجع على طول رجع تاني يقودوا تدريب نادي الزمالك، خصوصا ان احنا عارفين ان كان في مشكله كان الكل يعرفها. انت بالنسبه لك الموضوع ممكن يبقى تحدي مثلا؟ لا وان انت تثبت نفسك في وجودهم، او ان انت ممكن تفكر ان انت تشوف تجربه احتراف؟ لا انا بقول ان يعني اللي حازم بتاع دلوقتي، يعني اللي هو بيتمرن دلوقتي وبيلعب دلوقتي غير اللي حازم اللي كان معايا من كابتن حسام. انا ايام كابتن حسام ما كنتش يعني بنفسي ما كنتش مركز في نفس التركيز بتاع دلوقتي. ربنا يكرمنا ان شاء الله مع اي حد يجي. انا بلعب في نادي الزمالك مش بلعب مع نادي. طيب حازم بالتوفيق ان شاء الله وربنا يكرمكم. وانت شايف اخيرا انت موضوع او شايف البطوله ازاي، المنافسه في البطوله تبقى ازاي؟ يا رب ربنا يكرمنا.